انا عايز اقول لك على حاجه، اوعى تزعل يا طارق. يعني هو انتوا بتحبوا شعبنا اكتر مننا؟ هو انتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ لا وانا بكلم للي بيسمع، مش ليك يا طارق. انتوا خايفين على بلادنا اكتر مننا؟ احنا بلادنا مش لاقيه تاكل، مش قاعدين يساعدونا. البلد دي عايزه تعيش، والشعب ده عايز يكبر وينمو زي ما الباقي كبر وبقى حكايه. عايزين نبقى حكايه احنا كمان. محدش يعيقنا ويعرقلنا بالكلام ده. وعشان كده قلت اعملوا لجنه وشوفوا الكلام ده ويبقى تعلنوا النتائج بتاعتها. لكن تاني بقول محدش هيحب شعب مصر اكتر مننا، بس احنا بنحبه صح. بنحبه ايه؟ مش عايزين نقعد نتكلم ونسيب بلدنا في الضياع متخلفه في كل شيء. عايزين نفضل نشتغل ونبني ونعمر ونوصل ونكبر ويبقى عندنا ناتج محلي، بدل ما المواطن المصري الدخل بتاعه كلام يحرج ويكسف، يكسب ويقدر يعيش ويفتح بيت زي ما الكل بيعيش. المصري ما بيتفسحش يا طارق، المصري ما بيتفسحش عشان مش لاقي. عشان ايه؟ عايز ياكل. عايز ايه؟ حد يقول كده وانا بفهم. بقول كده لان دي قضاياي ان انا اخد بايدي البلد دي لقدام.